اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركة اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناة وبيوصلها لاكبر عدد من الناس. النهاردة بقى نعمل احلى كريب ممكن تعملوه، او احلى عجينة كريب هتتعمل في البيت دلوقتي. الكيلو الكريب بره سعره بقى عالي جدا جدا، من عند بتاع الكنافة او القطايف لما بتيجي تشتري، وهو الكريب اصلا بيوزن. هنعمله في البيت النهاردة بتكلفة قليلة جدا جدا، وعادي هنشيله. ممكن تشيليه في الفريزر تفرزيه. هنعمله بطريقة ناجحة، وزي ما انتوا شايفين اهو طري معاكم وبيتلف بكل سهولة. اول حاجة انا جبت كده بيضة واحدة، وحطيت عليها كوباية لبن، وحطيت كوبايتين دقيق. بص انا الكريب بتاعي النهارده لو انا عايزاه حلو المفروض اعمله احط له شويه فانيليا. لو انا عايزاه حادق ممكن احط فلفل اسود، لكن بما ان احنا بنبقى مش عارفين احنا هناكل بيه ايه، فالافضل ان انتوا ولا تحطوا فلفل اسود ولا فانيليا عشان ما تتأيدوش ان انتوا تعملوه تكون حاجه حلوه او حادقه. بعد ما حطيت كده البيضه وحطيت كوبايه اللبن، هبتدي بقى اللي انا اقلب بالمضرب كده البيضه لحد لما اضيعها خالص. وطبعا احط معلقه خل كده صغيره، وهبتدي بقى اقلب اقلب لحد لما البيض يختفي نهائي واللبن كده يندمج معاه. وبعدين بروح نازله بكوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق طبعا على كوباية لبن مش هيكفي، فأنا زودت عليها كوباية الا ربع مية. انتوا لو حابين تعملوه كله باللبن اعملوه، بس أنا بحب أعمله خليط ما بين المية وما بين اللبن. هحط بقى دلوقتي كده، وحطيت 3 معالق زيت زي ما انتوا شايفين. بعد 3 معالق زيت هروح حاطة كوبايتين دقيق. هلاقي ان العجينة تقلت معايا شوية، هروح حاطة لها بقى كوباية الا ربع مية. عايزين تزودوا تزودوا كوباية لبن تانية زودوا، بس انا بحب يبقى خليط ما بين كده وكده. حابين تحطوا بيضة تانية حطوا، بس انا ما بفضلش بصراحة. الكريب بحس ان هو عامل زي الكنالوني لو حطينا فيه بيض كتير. يعني اللي يفرق الكنالوني عن الكريب ان الكنالوني بيبقى فيه بيضتين، الكريب بيضة واحدة. ليه؟ لان الكنالوني بيبقى زي عامل زي الاسفنج كده، لكن الكريب لما هتاكلوه هتلاقوا حتى اللقمة بتاعتها حلو، حتى لما بتيجوا تسووه بعد كده تحطوه تاني في الطاسة بيقرمش كده، بيبقى مقرمش من بره وطري شوية من جوه. فلا، الافضل تحطوا فيه بيضة واحدة. هبتدي بقى كده اهو اقلب زي ما انتوا شايفين. بعد ما اقلب هلاقي بقى ان العجينه تقلت معايا. وبصوا زي ما انتوا شايفين بتتقلب اهي. طبعا العجين بتاع الكريب بيبقى خفيف، ما بيبقاش سميك كده. فدلوقتي بقى احط كوبايه الا ربع ميه عليه كمان هزود. طبعا انا ما اقدرش يعني اقول لكم معيار مظبوط ليه، لان الدقيق بيختلف اوقات. هنا انا حطيت كوبايه الا ربع ميه. بصوا بقى سمك، هو ده السمك بتاع الكريب، ما ينفعش يبقى خفيف ولا تقيل عن كده. زي ما انتوا شايفين كده حلو. وبجيب ممكن بقى تضربوه في الخلاط عشان يبقى ناعم جدا. انا لقيته ان هو ناعم، فجبت مصفى كده وبدأت اصفيه في علبة زي ما هتشوفوا دلوقتي. وهغطيه وهسيبه بقى يهدأ، يعني هسيبه مع نفسه كده شوية. هو أي نعم مفهوش خميرة ولا حاجة، مش يعني مش بيخمر، بس بغطيه بيريح شوية يعني. وبعدين بقى بجيب عندي المقلاية بتاعة الكريب، او اي مقلاية ما تكونش اهم حاجة بتلزق، لان لو بتلزق الكريب هتتقطع منكم وهتبوظ. فلازم تكون مقلاية مش بتلزق. وبجيبها بمسحها اول مرة بس مسحة كده بالزيت، ولو انتوا واثقين ان هي مش بتلزق انا بحط كبشة، وبعدين بفضل الفها كده على الجوانب. وانا بعمل الموضوع ده دلوقتي هتشوفوا انا هعملها، بس للاسف كان الايديا كانت عالية عن الكاميرا، فما بنتش الحتة دي معايا. انا بجيب كبشة كده وببتدي ان انا احطها في نص الطاسة، واروح ماسكة الايد بتاعة الطاسة او المقلاية والفها لحد لما تبقى كده زي ما انتوا شايفين مدورة. وبفضل بقى اعمل كده الخطوة. بصوا اهم حاجة طالما المقلاية مش بتلزق يبقى كده هينجح معاكم الكريب. لو المقلاية بتلزق الكريب هيبوظ منكم هيتقطع.
واول بصوا اهو انا دي الحركة هنا بعملها، بس للأسف ايديا كانت عالية على مستوى الكاميرا فما بانتش. انا هنا بحط كبشة من العجين بتاعي، وببتدي بقى افضل الفها كده يمين وشمال ويمين وشمال. هتشوفوا دلوقتي وانا بميلها قدامكم هتظهر، تميلوها على كل جوانب المقلاية عشان تدي الشكل المدور زي ما بتشوفوا. واهو بصوا انا بميلها ازاي، شايفين اهي. وبتبتدي بقى لحد لما تستوي من الناحية اللي تحت دي كلها، وبعدين اروح قلبها الناحية التانية. طول ما هي ما استوتش مش هتتقلب معاكم، لازم بصوا انا بوريكم لما بتستوى بكلها بتنشف. هبتدي بقى كده هعمل، واللي بطلعه بقى بكون جايبه بقى قماشه نضيفه جنبي، حطها جنبي في الصينيه، وببتدي احط واغطي احط واغطي عشان ما تنشفش مننا ويبوظ مننا. لازم اول ما تطلعوه تحطوه في قماشه كده وتقفلوه. بصوا اول ما بيستوى من على الحروف كده ويطلع، وبعد ما بيطلع من على الحروف بلاقيها بتتنى معايا بكل سهوله، بروح شايلاها كده بايدي وقلباها. بصوا انا بوريكم اهو اللي هو بتطلع كده من على الحروف، بس هو طبعا سخن جدا، انا ما كنتش قادره امسكها، فهبتدي كده اطلعها بالسباتشولا بتاعتي اهي. بصوا بتتنى، انا وثقت كده ان هي خلاص استوت من تحت. هبتدي بقى ان انا اقلبها اهي، بتتقلب بكل سهوله. بصوا طول ما المقادير ناجحه معاكم، طول ما هو كده بيطلع معاكم سهل وبيبقى يعني ناجح كده معاكم. لكن لما بيكون في اي حاجه مش ناجحه طبعا بتلاقوه بيلزق، تلاقوه بيتقطع منكم، تلاقوه يعني بتبقى المقادير مش مظبوطه. هنا بقى هخلص كل الكمية اللي عندي وهتشوفوها دلوقتي. بصوا ما شاء الله بعد ما طلعته بصوا لونه عامل ازاي. وطبعا السمك ده بقى انتوا بترجعوا ليه، والمقاس انتوا بترجعوا ليه. عايزينه اكبر من كده هاتوا مقلاية اكبر من كده، عايزينه ارفع من كده عادي ممكن نعمله ارفع من كده، بس انا بحب اعمله كده بحيث ان هو يتحمل الحشوة اللي هتتحط جواه. وبصوا ما شاء الله طري وبيتنى بكل سهولة، وبياخد شكل الكريب يعني ناجح جدا. لو مش ناجح ما كانش هيطلع بالمنظر ده. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويكون فيه برضو فكرة توفير كبيرة، لان دلوقتي السعر بقول لكم الكيلو بقى غالي جدا منه. بصوا بتتنى بكل سهولة. استنوا الفيديو جاي لسه مكملين، مع السلامة.